أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الوفاء تي في، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج معلومة طبية. احنا النهاردة معانا معلومة جديدة ومفيدة، ومعانا مداخلة مع الدكتورة رباب درويش. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. احنا النهاردة معاكي برنامج معلومة طبية، وكنا عايزين نعرف من حضرتك بعض المعلومات عن الإسعافات الأولية في حالة الحريق، مثلا بالمية المغلية أو لا قدر الله بالنار. تمام، مفيش مشاكل. هنبدأ مثلا لو هنتكلم على حريق بالمية المغلية. تمام. اتفضلي. بالنسبة للحروق، أول حاجة بنعملها بنشوف هي مساحتها قد إيه وواخدة كام طبقة من الجلد. يعني مثلا لو هي مثلا شوية مية مغليين، شاي مثلا وقعوا أو حاجة بسيطة، بنحط المكان المصاب دوت تحت المية الجارية اللي هي بتاع الحنفية، ما بنحطلهاش أي حاجة، مفيش معجون سنان، مفيش أي الكلام اللي هو بيتقال، مش تلج خالص، لأ هي مية من حنفية عادي. تمام. لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنبدأ بقى نحط المراهم بتاع الحروق ده لو هي صغيرة. تمام. طب لو هي على مساحة أكبر، بنشوف المساحة الكبيرة ديت موجودة فين في جسم الإنسان بالظبط. حروق الوجه، الكفين والقدمين، ودي كلها بتحتاج لدكتور متخصص عشان يشوفها، عشان بعد كده ما تسببش أي تشوهات سواء تجميلية أو حتى تأثر على حركة المفاصل في الأماكن دي. تمام. اوكي. طيب لو بقى بالنار بنشتغل بنفس الطريقة، بس هي معظم حروق النار عموما بتبقى كبيرة شوية، فبنهتم بحاجة كمان بالإضافة للي أنا قلته، ألا وهو إن إحنا نوسع المكان المصاب. يعني إيه نوسع المكان المصاب؟ لو لابس مثلا، لو ست مثلا ولابسة خاتم أو أسورة، أو لو لابس مثلا، لو الحرق في منطقة الرقبة ولابسة حاجة ضيقة من على منطقة الرقبة، ده كله إحنا بنوسعه. يعني إيه؟ بنشيل دي كلها قبل ما الأماكن دي تبدأ تتورم، عشان ما يأثرش على الجرح بتاعها بأي شكل من الأشكال. كمان حاجة، لو الجروح كبيرة، دايما الشخص المصاب بتلاقيه عاوز يشرب مية، وخصوصا لو مغطية منطقة كبيرة جدا من جسم الإنسان. لا، احنا في الحالة دي ما يشربش الشخص دوت مية أصلا. تمام. بالإضافة بقى إن احنا نتصل على الطوارئ، عشان لو الموضوع كبير هم يجوا يتصرفوا. ان شاء الله ربنا يستر. طيب بعد اذن حضرتك، في معانا سؤال تاني. مثلا في حالة اخذ جرعة دواء زيادة او غلط للطفل، حضرتك تنصحي الام تعمل ايه؟ اول حاجة لازم تعرف ايه الدواء الغلط دوت، وايه كمان اللي اخدها. يعني مثلا لنقل بنت خدت مثلا شريطين من البنادول، تمام. لازم تعرف مثلا ان هي خدت شريطين من البنادول، او حتى تشك في الدواء اللي البنوته او الطفل الصغير دوت اخده. يعني لا، ده ممكن يكون خد من دواء الضغط بتاع جده، لا ده ممكن يكون واخد من دواء السكر بتاع جدته. لا، احنا لازم نعرف الدواء، لان كل دواء بيختلف طريقه التعامل معاه ما بين الادويه، المتابعه والعلاج والكلام ده كله. فاحنا بنساعد الطبيب ان هو يدي ادويه صح، بدل ما يدور في جزء كبير جدا من الادويه اللي ممكن الطفل يتسمم منها. لا، احنا بنحاول نساعده على قد ما نقدر. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية، كان الاول بقى بيقول لك ميه ملح وبيرجع والكلام ده كله. انا بفضل ان الحاجات دي كلها تشتغل تبع الطبيب هو اللي يكون مشرف عليه. طب مين اللي بيتعامل بقى؟ مين الطبيب المشرف اللي بيتعامل مع حالات التسمم ديت؟ مراكز التسمم اللي موجودة في المحافظات. يعني مثلا أنا من المنوفية، مركز التسمم الوحيد اللي موجود في المنوفية عندي هو مستشفى الجامعة بتاع شبيبكو. وهكذا. ليهم رقم ممكن نتصل على مركز التسمم بشكل عام، اللي هو جوه الجمهورية، هو يوجهك لأقرب مركز تسمم خاص بيك. من ضمن حالات التسمم خصوصا في الأطفال البطاريات، خصوصا بطاريات الساعات اللي هي الصغيرة دي أزمة ومشكلة. ومش معنى إن الطفل ما حصلوش أي أعراض منها يعني هو كده سليم، لا، لأن البطاريات دي بتخش تتفاعل مع عنصر المعوية بتاعتنا، تسبب حروق جامدة جدا جوه.
مجرد ما الام تشك مثلا ان الطفل بتاعها خد بطاريه او حاجه، لا لازم تتوجه يعملوا اشعه سينيه يتاكدوا ان هو فعلا بلعها، ولو بلعها ساعتها الدكاتره بيخشوا بالمنظار يطلعوا البطاريه دي من جوه. تمام. طيب يا دكتور، في حالة تشنج الطفل. تمام. التشنج بيختلف شوية من حيث إيه، هو أول مرة يتشنج ولا مش أول مرة يتشنج. يعني في طفل أهله عارفين إن هو بيتشنج، فبالتالي عارفين إن هو بيتصرف وإزاي في حالات التشنج دي. تمام. طب لو الطفل أول مرة يتشنج وخصوصا لو درجة حرارته عالية، يعني معظم الأطفال بتبدأ مثلا تشنجاتها مع درجة حرارة عالية فوق 40 مثلا، نعمل إيه في الحالة دي؟ أول حاجة بالنسبة لنا طبعا هتصل على الإسعاف، عشان لازم الدكتور يكشف ويشوف سبب التشنج، سواء درجة حرارة عالية، كهرباء زيادة في المخ، يعمل رنين مغناطيسي ويشوف المشكلة فين. بس قبل ما عربية إسعاف تيجي هنعمل إيه؟ هنريح الطفل على جنبه اليمين، نبعد عنه أي حاجة تكون خطر عليه. تشنج الطفل يعني إن هو بيتحرك بشكل ما أو بآخر ممكن يعور نفسه، فاحنا هننيمه مثلا على سطح مسطح ولنقل مثلا الارض، بلاش سرير عشان ممكن يقع من على السرير. نبعد عنه اي حاجه ممكن تجرحه، كوبايات، الترابيزه مثلا، الكرسي، او اي حاجه ممكن تخبطه وتسبب له مشكله بشكل او باخر. نحط تحت راسه حاجه لينه او طريه عشان لو اتنفض ما يخبطش راسه، ما يتنقلش من تشنج مثلا ل مشكلة تانية في الدماغ بسبب الرجة اللي حصلت ديت. ما نحاولش ان احنا نوقف الطفل، يعني ما نكتفوش بقى عشان ما يتشنجش، لا سيبه يتشنج براحته. تمام. لو خلي بالك ان معظم التشنجات بتخلص في مدة صغيرة جدا. طب لو الموضوع طول معاها، يعني وخصوصا للامهات بقى او اللي عندهم اطفالهم متعودين ان هم بيجي لهم تشنج، لو الموضوع طول مع الطفل اكتر من 5 دقايق مثلا، لا دي لازم طوارئ فورا. تمام. نتأكد ان النفس كويس، نتأكد ان كل حاجة كويسة. زي ما قلت ما نحاولش ان احنا نوقف التشنج. وفي حاجة كمان، وخصوصا لأول مرة الأطفال اللي أول مرة تحصل لهم الموضوع دوت ممكن يفتكروا انه ده أغمى عليه، حط له حاجة في بقه مسكرة، لا ده ممنوع. تمام. ممنوع نحط حاجة في بق الطفل أساسا. ممكن موجود معاه نحاول ان احنا نحميه من الخطر باي شكل من الاشكال لغايه ما الاسعاف يوصل او لغايه ما النوبه تنتهي، لو احنا متعودين ان الطفل ده بيجيله تشنج. تمام. احنا بنشكر حضرتك دكتورة رباب والف شكر، وان شاء الله لنا لقاء اخر مع حضرتك ان شاء الله. العفو. مع الف سلامة يا دكتور. شكرا. مع السلامة. وفي نهاية حلقتنا بنشكر السادة المشاهدين على الاستمتاع معنا بالحلقة الجميلة دي، والشكر موصول للدكتورة رباب درويش. كانت معكم منى سلطان، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.